السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة في حفل توقيع صيد الخاطر. أنا معايا شخصية من الشخصيات الجميلة حقيقي. معايا الكاتب الجميل شادي الشرقاوي. شادي من الشخصيات اللي أنا فعلا استفدت منها كتير النهاردة في الحفلة، وحابب حابب إن أنا أتعرف عليه قدامكم. شادي، خلينا نعرف شوية معلومات عنك، وفي نفس الوقت عايز أعرف برضو آه، الروايات اللي انت كتبتها كان ايه هدفها. والاول نحب نتعرف بيك. أنا شادي الشرقاوي. تمام. مدرب في التنمية البشرية، وحصل على الماجستير في إدارة الأعمال البريطانية المصغرة. معالج وممارس بالتنويم بالإيحاء والبرمجة اللغوية العصبية والسايكودراما. تمام. عامل حوالي 9 مواد علمية، منهم مثلا إدارة الغضب، التحكم في الذات، إدارة الوقت وقوة التغيير، قوانين العقل الباطن، العلاقات ما بين الرجل والمرأة، تربية الأبناء، وحاجات تانية كتير يعني. بس تمام. قوانين العقل الباطن أنا تقريبا قلتها، التحليل النفسي عن طريق لغة الجسد ونبرات تمام. الصوت. تمام. طبعا انت عارف تياترو الحياه، كتابي اللي انا كتبته. جميل. تسلم ايدك، تسلم ايدك. ربنا يخليك. كنت عايز اسالك اختيارك لاسم المشهد الاخير كان بناء عن ايه؟ كان بناء على ان البني ادم ليه المشهد الاخير بتاعه هو متراكم على المشاهد اللي حصلت قبل كده، فاهمني؟ يعني مثلا ما ينفعش واحد يستقل بتصرف معين او يندرج تحت حاجه لا اخلاقيه عشان يقول لك ان انا هظبط نفسي، لان الحاجه اللي انت بتعملها دي هي ممكن تكون المشهد الاخير، لان هي فعلا هتكون المشهد الاخير. يعني فلازم لو انت عايز التغيير، فلازم تغير نفسك من دلوقتي، فلازم تعيش كل لحظه وكانها المشهد الاخير وكانها اخر لحظه في حياتك. فتعيش يعني بحبك لله عز وجل، زي ما الدكتور ابراهيم الفقي كان بيقول: عيش بتطبعك باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل تمام. والانبياء والصحابه، عيش بالعلم والكفاح والصبر والتصبر والامل، وعيش بالحب، وقدر دايما قيمه الحياه. فهي دي المشهد الاخير، ان ممكن ما يكونش هو ده ممكن اللي انت بتعمله دلوقتي هو المشهد الاخير، ولكن على اكبر واعظم. تمام. لو انت بتعمل حاجه غلط فده اللي هيتفاقم وهيكون اعظم من كده، وهتبقى النهايه مش كويسه. وفي نفس الوقت لو انت بتعمل حاجه كويسه فده اللي هو ده اللي هيكون بص، هو الاسم شدني، فعشان كده كنت حابب ان انا اسالك اختيارك للاسم ده كان بناء عن ايه. فلا، بجد وجهه نظر جميله جدا واحترمتها جدا. وانا اتشديت للاسم، يعني حتى لما شفته على الفيسبوك، لما شفت الاسم وشفت التصميم الكتاب او تصميم الروايه، لا عجبتني وشدتني. وسبحان الله، هو كل حاجه بميعاد. احنا لينا نصيب النهارده يا جماعه، يعني نتقابل انا وشادي عشان فعلا استفيد منه، لان شادي فعلا شخصيه نادر في الوقت الحالي ان احنا نلاقي حد في ثقافه شادي وتفكير شادي واخلاق شادي. فعلا شخصيه من اجمل الشخصيات اللي انا قابلتها في حياتي. بص، هو وانا كوزير التفاؤل استفدت منه كتير جدا. يعني النهارده انا محظوظ ان انا قابلت شادي، بجد حاجه جميله جدا. هي دي حقيقي، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم والدتي. وفي في مقوله جميله قوي بتقول: لكل رجل قدره والفضل لمن سبق. فلازم ان احنا ندي الافضليه او ندي القيمه العليا للناس اللي ربونا صح والناس اللي علمونا. ثانيا، فعلا بجد هو ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، انك تسلم نفسك لله عز وجل وما تقولش ده انا. لا خالص، يعني اي حاجه انا بعملها او اي حاجه انت بتعملها او اي حد بيعمل اي حاجه كويسه ما يندركش تحت اللي هي حته اللي هو انا اللي عملت بالظبط، انا الابداع ده مني. لا، هو انت مش انت اللي مبدع، هو ربنا سبحانه وتعالى. انت دلوقتي لو اخترت الحاجه وقلت دي لله وفي الله، ربنا سبحانه وتعالى هيعظم لك الحاجه دي بشكل اكبر واعظم، هيخلي النتيجه تبقى فوق التصور بتاعك. تمام. بس طيب يا شادي، انا مش حابب ان انا اعطلك اكتر من كده، بس احنا لينا لقاء تاني ان شاء الله، وهنعمل حلقات مع بعض كتيره ان شاء الله. انت كنت كاتب الجانب المظلم الجانب المظلم من القمر. الجانب المظلم من القمر، وكاتب المشهد الاخير.
الروايتين دول يا جماعه يعني من قبل ما انا اقراهم كده انا متاكد ان احنا فعلا، يعني انا عن نفسي انا متاكد ان انا هستمتع بيهم جدا وهستفاد منهم جدا. يكفي بس ان شادي هو اللي كاتبهم. ربنا يعزك يا فبجد رب. انا بشكرك ربنا على يعزك. الروايتين والله هو دول، ده. وبجد انا مش لاقي صيغه شكر ويعني اقدر اقدمها لك او اقدر اقولها لك يا شادي. انت فعلا مثل يستحق التقدير. والله كفايه ان حقيقي انا بجد. اتعرفت على شخصيه جميله زيك. ربنا يخليك والله يا شادي، العظيم ولينا بجد. لقاء تاني ان يا شاء رب الله، مش يا هتهرب رب. مني، ما اكيد تقلقش. اكيد اكيد حبيبي أكيد. ربنا أكيد. يخليك، ربنا وانا يعزك. اتشرفت ربنا بيك يعزك. النهارده ربنا يعزك. الله يكرمك. ومبسوط ان احنا كنا الله مع يكرمك. بعض. ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه وعليكم الله وبركاته. السلام ورحمه الله.